اوعى تكون بتاخد كالسيوم من غير ما تشوف الفيديو ده، عشان ما يحصلكش زي اللي حصل مع عبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. عشان ما يحصل. عبد العظيم كان بيعمل 5 اخطاء بيمنعوا امتصاص الكالسيوم وبيخلوه ما يستفدش منه. واول خطأ كان بيعمله عبد العظيم، ما كانش بياخد فيتامين د او فيتامين ك مع الكالسيوم. بيوجهه الكالسيوم ناحيه العظام وبيخليه يستفيد منه، وكمان ما بيخليهوش يترسب في الشرايين ويعملوا له مشاكل. اما تاني خطأ كان بيعمله عبد العظيم، انه كان بيجمع الكالسيوم والحديد والزنك في وقت واحد. التلاتة دول بيتفاعلوا مع بعض وبيقللوا امتصاص بعض، فما كانش بيستفيد من اي حاجه فيهم. وتالت غلط كان بيعمله عبد العظيم، انه كان بيشرب كميه كبيره من الشاي والقهوه بعد ما ياخد الكالسيوم. الشاي والقهوه بيقللوا امتصاص الكالسيوم. ورابع غلط كان بيعمله عبد العظيم، انه كان بياخد الكالسيوم بجرعات عاليه قوي، واحنا عارفين ان الجسم بيستفيد بس ب 500 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم، والباقي بيروح على الارض. كمان عبد العظيم كان بياخد الكالسيوم من غير ما يشرب معاه كميه ميه كبيره، وده تسبب له في حصوات في الكلى. واخر خطأ كان بيعمله عبد العظيم، انه ما كانش متابعني. فتابعني عشان ما يحصلكش زي عبد العظيم، وما تسالنيش عبد العظيم مين.